بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كلام الرحمن، إنه كلام الرحمن، إنه كلام الرحمن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اسمع أيها المسترشد، واسمع أيها المشتاق. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا جزاؤهم وهذا ثوابهم. فلطالما تعبت أبدانهم من الجوع والسهر، لطالما حفظوا جوارحهم عن اللهو والغضب، لطالما تغنوا بالقرآن وقت السحر، ثم أتبعوا ذلك بالدموع والاستغفار والدعاء والذكر، فهم على الأرائك ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة. فيا حسنهم والولدان بهم يحفون وبين أيديهم يقفون وقد أمنوا مما كانوا يخافون. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جاء في الحديث القدسي
أن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أنت الله، أنت الله، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، لا راد لفضلك ولا معقب لحكمك، أسرع الحاسبين والإحسان الذي غمر الناطق والبهيم. نسألك أن تجعلنا من الفائزين برضوانك وتجعل مآلنا إلى جناتك، وأن تعيذنا من عذابك ونيرانك، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم ارحم ذلنا يوم قيام الأشهاد، وآمن خوفنا من فزع يوم المعاد، ووفقنا لما تنجيه به من الأعمال في ظلم الألحاد، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا اجتمعنا في مسجدنا هذا وفي ليلتنا المباركة هذه، فمنا الصالحون وأكثرنا مذنبون، ومنا الشباب ومنا الشيوخ ومنا النساء ومنا الأطفال. اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا، ونسألك سؤالا واحدا، سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه، فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما، يسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.